اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. قلت لكم ده واحد بيكره جدا النادي الاهلي، هجاص بيطلع يهجص على الناس، واحد كاري وحاقد جدا وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي، لان الاهلي عمل له مرض نفسي وتعب نفسي وعقده نفسيه. دايما بيقعد يتكلم عن الاهلي بطريقه بشعه جدا. يعني بيحب التعصب فتنه، هو منبع للتعصب والفتنه. فطبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام، يسير الجدل بكلامه من التعصب فتنه، بيحب الترند واللقطه. طبعا هجاص طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب فتنه. فطبعا هو طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراء على الاهلي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسه، عملوا تعب نفسه، عملوا من سنين يعني. طبعا هجاص ده طبعا هو بيت وش مثلا، ما عندوش شخصيه، ما عندوش مبدا في حياته، بس هو منافق ومدلس وكذاب وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما بتاع النادي الاهلي عملوا مشكله وعملوا عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه وحاجه منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوف معايا كده. وهو دلوقتي خد مكان الاهلي مش الزمالك. يعني والله عايز اقول لك يا هجاص، كميه حقد وغل تجاه النادي الاهلي وكميه كذب، كذب جاء بطريقه بشعه. اللي زي ده بيحب يكذب كتير جدا عشان بيكره النادي الاهلي وبيحقد النادي الاهلي. طلع بيقول لك ان الاهلي ان بيراميدز خد مكان الاهلي مش الزمالك. تخيلوا! يعني عشان اعرفكم ان ده حافظ كلمتين بس هو لا فاهم حاجه ولا عارف حاجه. اول حاجه انت بتقول بيراميدز خد مكان الاهلي، خد مكان الاهلي في ايه؟ الاهلي خرج من السيمي فاينل، طبيعي اي حد بتحصل مع اي نادي لو بيخرج من السيمي فاينل، والطبيعي عادي يعني اي حد بيخرج من السيمي فاينل. خد مكانه في ايه؟ طبيعي اي حد بيخرج من بطوله بيخرج من بطوله عادي. لكن لما تيجي تقول مش الزمالك، مش الزمالك ازاي؟ قلتها قبل كده وهعيدها، بيراميدز واخد مكان الزمالك في مركز ثاني في الدوري، وخد مكانه في دوري ابطال افريقيا بقاله 3 سنين. بيراميدز مشارك مكان الزمالك في دوري ابطال افريقيا. يبقى مين خد مكان مين؟ هو بس بيقول كده عشان كرها وحقدا تجاه النادي الاهلي، فلازم يكذب جامد قوي، لازم يكذب بطريقه بشعه لانه بيحقد وبيغل تجاه النادي. فطبعا قلت لكم الهجاص ده طبعا بيحب يسير الجدل بكلامه اللي هو منتهى التعصب فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا الهجاص ده طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال، اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.